ورجيهم انك بتعض. فهمت. باي باي. انا قصدي كلاب الموزعين. شو صار مش نفسها. عمودين زي طبعا. لا يا خيي، هذيك الموزعين كلاب، انا عمول كلاب الموزعين. انا صرت عم خاف من الخبر العاجل. خبر عاجل الشامي يقول كذا في اللايف تبعه، بيكون قطفوا الكبايه من راس الماعون. يا جماعه انا ما بعرف انه انا بكون عم حاكي 15,000 انسان بس بعتبرهم عائلتي ورفقاتي، بس انه بكون انا وحياة المامي عم بحكي بعفويه، ما قصدي. هذا الخبر العاجل طلعونا منه. انا بس بدي اعمل خبر عاجل بخبركم على اكس. خبر عاجل. حموده هتيجي مصر؟ اكيد هاجي مصر. شو مكتوب على طاقيتك؟ حب وحنان. حب وحنان. هلا رح تجي على عمان ان شاء الله يا رب. يا اخي وحشني يا حموده، يقبرني ربك. حبيبي يا وليدو، شو صار بالساعة مع الحمادات؟ لا ما هي دخيلة على الحمادات، بعطينا الأعداء بيناتنا قاعدة. الحمادة لما قيس تقول بدها ياني وبعدين تختار داليا. عايشهم بس. لا بس بحبها كتير، صوتها قد الكون، صوتها قد الدنيا. لما تعقد عملنا حفلة بالجزائر، بتشرف. حفلة بالجزائر بإذن الله، بس تنتهي الحرب وتهدى الأوضاع شوي. طالع على تونس، طالع على الجزائر، عندي شي بليبيا وبالمغرب إن شاء الله. جهزوا حالكم. المغرب ومصر طبعا، استراليا إن شاء الله، أوروبا، هولندا، ألمانيا، سويد، سويسرا. دخلة كانوا عم يحكوا بسويسرا. شو كمان عندنا حفلات؟ ذكرني. مغرب. اوكي. شو كمان؟ في طول اوروبا. تور اوروبا. ايه عنا كتير. حبيبي يا بهاء، برني ربك. شو شعورك وانت اصغر مدرب صوت بالتاريخ؟ مبسوط كتير. كتر خير الله، الحمد لله على نعمة النجاح. أول سنة كان عنا نجاح مختلف، تاني سنة كان عنا جينيس، ثالث سنة كسرنا رقم قياسي جديد مع مليار استماع. صرنا 4 سنين ترند 1 بالعالم العربي وبالشرق الأوسط. وكل اللي بيهمني هو إنه انتوا تكونوا مبسوطين، لأنه قلت لكم 100 مرة إنه كل هي أشياء شرفية بيتشرف فيها الإنسان، بس بالنهاية كل أهمية هذا الشيء هو انتوا. بلا ما تكونوا انتم مبسوطين وعم تسمعوا موسيقى حلوة. ليه مو مبسوط كتير كتير؟ ليه بس كتير؟ لانه انا دراما كوين، ما بيعجبني العجب. ثواني شوي. اوكي. راح يكون في غنية جديدة للشامي، راح يكون في ألبوم للشامي من كل الأنواع وكل الألوان، لأنه أنا بهي المرحلة بيهمني للاستمرارية التنوع أكتر من فكرة. يعني تركيزي بالمرحلة الجاية هو لأنه حكيتها باللايفات الماضية إنه بس تنجح غنية قد ما نحن عنا السوق عنده نقص بالثقة بنفسه، بصيروا كلياتهم بيعملوا نفس نوع الغنية. يعني ضرب القطقفتي فالسوق كله قطقفتي خلص. فوين بيكون الخطورة والذكاء بنفس الوقت والحنكة؟ هو انك تضلك مستمر بانماط جديدة ولا ما فقعد القطقفتي، مش مشكلة. المهم انه انت عم تتطور وتغير وعم تقدم للجمهور شيء
فيه احترام لإلن، مش انه تجاري. يا جماعة صرنا 3 سنين من لما فقعت يا ليلى يا العين لهلا نحن عم نسمع نفس الشيء. ابوس ايديكم وقفوا. Can you speak Kurdish؟ ايه شوي. فرجينا شعرك، ماني مزبط. عيد زيارتك لكردستان، تشرف. كنا عم جهز غنية كردية بالمناسبة من فترة، وأعرف قديش حتزبط. بعدني عم جرب غني بالكردي. ما عندك مشكلة حدا يمشي بنمطك؟ لا، حتى لو كان عندي مشكلة شو حيأثر؟ كل عمر التاريخ هيك بيفقع شي الكل بقلده. مش حتصير على أيامي يعني، مش حيتغير هالشي على أيامي. هي سر الحياة يعني. بالنهاية أنا مبسوط محبة العالم اللي استمرت. الغنية بتروح وبتجي مثل المادة، وهي وقود للاستمرار، بس هي مش السر تبع الاستمرار. سر الاستمرار هو الشخص وعلاقته بجمهوره، هي أهم شي بالحياة. أوصف حماداتك بكلمة. زعران، اشكالجية، بدهم مشكلة من الله يعلقونا مع العالم. اشتقنا لك وانا اشتقت لكم كثير، برني ربكم للموت، لك يقبرني ربكم. شو هاي البلد؟ خلاص هلا نشوف. أنا كتير متفائل الفترة الجاية، كتير متفائل. جدا. يلا فايت على الاستوديو اشتغل، وبركي اليوم سمعكم شي. بحبكم كتير وبرني ربكم، ميرسي على دعمكم. لولاكم ما بتصير ولا ربع هي الضجة. بحبكم كتير، تضلكم بألف خير. وجهدكم مفاجآت كتير حلوة، والله محضر لكم اشياء حلوة. باي.